السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع أم أمير في قناة تحفة تحفة. اليوم إن شاء الله حقدم لكم تحلية أو مهلبية مشكلة كده، سريعة في التحضير ورائعة رائعة جدا في المذاق، راقية بألوان فصل الربيع. سنحتاج على بركة الله نحتاج في هذه الوصفة إلى بسكوت، أي بسكوت عندكم بالبيت بتاع الشاي. أنا أخذت هذا أحسن شيء، فطحنته طبعا، حطيته في هذا طحنته وأضفت له لوز مطحون، شوية كمية قليلة من اللوز مطحون بقشوره، وشوية من جوز الهند، ملعقتين من جوز الهند، وملعقة عسل. بس العسل مشان نحليه شوي فقط، ما بيكون يعني ما شرط يتعجن، بس مشان يعطي شوية حلاوة خفيفة. بالشكل ده نخلطه وبعدين نحطه في الكوبايات أو الكاسات أو الأكواب اللي نقدم فيها. بنحط هيك ملعقة تحت في كل كوب. الوصفة رائعة يعني، خفيفة، مذاق لا يوصف بصراحة. هنا أخذت الحليب نصف لتر أو كوبايتين كبار، يعني كاستين ماء من الحليب، وحطيت لهم 3 معالق من النشا و3 معالق من السكر. طبعا السكر حسب الذوق، أنا 3 معالق هنا ما طلعت حلوة أبدا، يعني كتير طعمتها يعني عادية يعني. وأضفت ملعقة من القشطة الطرية. إذا ما كانت عندكم كريم فريش ما في داعي إلها، يعني مو شرط، يعني مو ضرورية يعني. إذا كانت ممكن تحطوها تعطي كمان طعمة. وهما باردين هذه المكونات بنخلطهم مع بعض، وبعدين نفتح عليهم النار ونصير نحرك لغاية ما يسمك، الخليط. طبعا الخليط هنا ممكن أنا سمكته شوي من الأول، طبعا سمكته بعدين حبرده شوية بالحليب لما بحطه في الخلاط. فمثل ما انتم شايفين هنا سمك، بحرك وبعدين حطيته في الخلاط. أضفت له شوية لوز مطحون، لوز بودرة، وموز ولوز بودرة، وشو اسمه والفانيلا. حطيت كيسين من الفانيلا، كترت الفانيلا مشان يعطي نكهة كتير طيبة. وبعدين أضفت الحليب شوي بس مشان أبرد، إذا ما كان عندي وقت كتير فأبرده في نفس الوقت يطلع بالشكل ده، سائل شوي ما كتير مشان يطلع بالقوام ده. انتوا بتقيموا الأمر. فبحطه على البسكوت اللي حضرته. ما بياخد وقت كتير عفوا، ويبرد، نخليه يبرد أو يتماسك. هنا أخذت الجزر قطعته وسلقته نصف سلقة فقط، وبعدين أخذت نصف لتر من عصير البرتقال، يعني كوباية كبيرة حطيت لها الجزر اللي سلقته نصف سلقة من غير ملح، والنصف الثاني تركته. طحنت هذا الجزر، حطيت له شوية سكر طبعا مع العصير، طحنتهم وبعدين أضفته عفوا طحنته. هنا أخذت الفلون أو الكريم كراميل بالفاني، أو المعروف بالفلون بالفانيلا. في نصف كاسة العصير اللي ضلت بخلط معاها الكريم ده أو الفلون، وهو بارد طبعا، دايما وهو بارد. بعدين حجي أضيف عصير الجزر مع الليمون أو البرتقال اللي طحنته، والخليط بارد بضيفه، وبصير أحرك لغاية ما يبلش يسمك. هنا في مقطع راح لي بعتذر عليه، حطيت ملعقة واحدة نشا في شوية عصير بارد، خلطتهم دوبته في العصير البارد وبعدين أضفته، راح لي المقطع. إذا بدكم تسمكوا أكتر طبعا. فبعدين حصلت على هذا القوام، وبعد ما سمكت المهلبية الأولى حطيت فوق منها الخليط ده. بتمنى تجربوها، رائعة خفيفة يعني، والله بتاكلوا أكتر من كوباية، يعني ما بتقل أبدا، بطعمها خفيفة ولذيذة في نفس الوقت. فحطيت بالشكل ده. على ما خلصت الأكواب اللي عندي كان تقريبا بدأ يجمد،
وحطيت بالنسبة للفواكه اللي استعملت أنا كان عندي الكيوي والفراز أو الفراولة والعنب. ممكن تحطوا الموز، ممكن تحطوا أي شي يعني عندكم. فأنا حاعطيكم بس شكل واحد والباقيين حتشوفوهم مشان ما أطول عليكم الفيديو. فبعدين حطيت شوية عسل مع ماء ودهنت من فوق الفواكه مشان تطلع لمعة طبعا، أو ممكن سكر مع الماء أو أي شيء مشان تطلع اللمعة دي على الفواكه. وهذه هي كانت وصفة اليوم، أتمنى إنه تكون نالت إعجابكم، وأشكركم على حسن المتابعة. وما تنسوش تدعمونا بلايكتكم، وبشكركم كثير 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 على تعليقاتكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.